السلام عليكم ورحمة الله. معكم موسى مكي، مدرب في أكاديمية جوفنتوس الهوم ببريطانيا. حبيت نتكلم على هذا الخروج المبكر للمنتخب الجزائري في البطولة الإفريقية ضد المنتخب الموريتاني. بكل صراحة يعني أدهش الجميع وأدهشني وأدهش كل واحد إعلامي أو مشاهد أو محلل. رأينا بأن المنتخب الموريتاني تألق وفاز وسجل وعمل ما بوسعه لكي يحافظ على هذه النتيجة. أما المنتخب الجزائري اختلطت عليه الأمور ولم يستطع أن يمتلك حتى البالانس، حتى التوازن، لكي يكون عنده يعني فلسفة لعب أو منهجية لعب من لاعبين بحد ذاتهم أو حتى بالناخب. ولكن المسؤول الوحيد هو الناخب، لأنه المدرب هو المسؤول على كل شيء. رأينا بأن الكرة تغيرت وتطورت وتحسنت. الآن الكرة في علم الرقمنة، في علم البيانات، وفي علم الأرقام وتأويل البيانات وعلاج البيانات. الآن حبينا نتكلم على المباراة التي لعبها المنتخب الجزائري ضد المنتخب الأنغولي الذي لعب في المحور بشعيبي وبالناصر، وعلى الطرفين بلايلي ومحرز. يعني بلايلي كان يلعب بجنبه بالناصر وشعيبي يلعب بجنب محرز. أما في المباراة الثانية رأينا أنه المنتخب الجزائري لعب بنفس التشكيلة 4-1-4-1، ولعب محرز وبجنبه فيغولي وبلايلي وبجنبه زروقي ضد المنتخب البوركينابي. أما المباراة اليوم بكل صراحة أدهشتني. هل يعقل لناخب يقحم لاعبين ليست عندهم تجربة مع بعض، ليست عندهم منافسة مع بعض، بوداوي وزروقي وعوار؟ هذه التشكيلة أخذها من الفيسبوك أو انتقم بها للمنتخب الجزائري، للشعب الجزائري، أو لم نفهم هذا بكل صراحة. وخاصة إقحام عمورة والوناس. هذا اللاعبين هل سبق لهم أنه كانت عندهم تجربة ولعبوا مع بعض، سواء في البطولة الإفريقية أو حتى المباراة التحضيرية للكأس؟ هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب. ولاحظنا في كأس إفريقيا لم تكن للطاقم الفني الجزائري وحتى الإفريقي، حتى الهون في أوروبا يوجد جهل، في أوروبا يوجد جهل، وما بالك في إفريقيا. ولكن للأسف الشديد لا يوجد معلومة على حتى فريق. كيف توقف الآن؟ دخلنا علم الرقمنة الآن بالستاتيستيك، بالمعلومات التي أنت تكون عندك في التدريبات أو حتى في المباريات. أنت يكون عندك معلومات عن الفريق، قوتك، ضعفك، سرعتك، وفلسفة لعبك ومنهجيتك. بطبيعة الحال الإقحام يكون من الناخب، هو المسؤول على كل شيء. احنا عندما نتكلم على المدرب هو المسؤول على كل شيء. we put a finger on the coach، نحط الأصبع على المدرب. نحن عندما نتكلم على شخصية المدرب أنه هو الوحيد الذي يكون عنده المعلومة من طاقم فني مخضرم كبير وعنده اختصاص في علم الرقمنة. لماذا؟ لأنه ما كانش عنده معلومة على المنتخب الموريتاني. لو كانت عنده المعلومة لكان عنده إيقاف، سواء في المحور أو الوسط الميدان على الجهة اليمنى، وسط الميدان الجهة اليسرى، أو على المستوى الهجوم، أو حتى على الطرفين، أو حتى على الدفاع. ما كانت معلومة. اللاعبين نفسيا خرجوا عن المباراة بطبيعة الحال. وحتى الوناس وأمورة the sickness، هذاك المرض، راح في الشوط الأول. لكي تداويه لازم لك نفس، لازم لك إيقاع، لازم لك تاكتيكو،
technical, physical, social, psychological.